عليكم. تصريح خطير من أنيس بوغلبان يفاجئ به النادي الأهلي بعد وصوله إلى تونس وملاقاة الترجي التونسي، ويسخر من أندية تونس والزمالك بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد وصول بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فقد صرح لاعب النادي الأهلي السابق التونسي أنيس بوغلبان وإدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة التونسية، وقال: أنا كنت من الأوائل في استقبال بعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لأنني أحد أبناء هذا النادي الكبير، وأتشرف أنني لعبت في صفوف نادي القرن وهو النادي الأهلي. فالإعلام التونسي يهاجمني بسبب حبي وعشقي للنادي الأهلي وتشجيعي للنادي الأهلي أمام الترجي التونسي، فأنا أعلنها أنني سأدعم النادي الأهلي من قلب رادس، وسأرتدي قميص النادي الأهلي أمام الترجي التونسي، وسأشجع النادي الأهلي من أجل الفوز على الترجي التونسي والفوز بدوري أبطال إفريقيا. فأنا من رشحت علي معلول للنادي الأهلي عندما كان يلعب في الصفاقس التونسي، وشاهدنا ماذا فعل علي معلول مع النادي الأهلي، فأصبح من أساطير النادي الأهلي. وهناك بعض اللاعبين التونسيين سأرشحهم للانضمام للنادي الأهلي في الفترة القادمة، وهذا هو دورنا جميعا أن نخدم النادي الأهلي دون أي مقابل، لأن النادي الأهلي هو الذي أضاف لنا الكثير والكثير وصنع تاريخنا. وأندهش من بعض اللاعبين الذين كانوا يلعبون في صفوف الأهلي المصري كرمضان صبحي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، الذين تركوا النادي الأهلي من أجل الذهاب إلى بيراميدز أو حتى الزمالك. فمع احترامي لتلك الأندية، فالأهلي أكبر بكثير من تلك الأندية، فأنا أشبه الأهلي بريال مدريد. فأعتقد أن هؤلاء اللاعبين خسروا الكثير والكثير بعد رحيلهم عن النادي الأهلي، وشاهدنا ماذا يحدث لرمضان صبحي عندما ترك النادي الأهلي فلم يتوج بأي بطولة، ولقد استبعد من المنتخب المصري. فمثلا شاهدنا إمام عاشور عندما انضم إلى النادي الأهلي فتألق في كأس العالم للأندية الذي كان يسمع عنها فقط عندما كان يلعب في الزمالك، وتوج بالعديد من البطولات المحلية مع النادي الأهلي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وأصبح قريبا من التتويج بها. كل هذا في أقل من عام واحد فقط. ونصيحتي لكل اللاعبين الذين يلعبون في الأهلي حاليا: لا